طاجن مكرونه بالجمبري غرقان في الوايت صوص بطريقه المحلات، وهيطلع معاكي احلى كمان بكتير، والطعم في منتهى الجمال وخطيره طاجن المكرونه ده. ولو ما جربتوش هيبقى فايتك كتير. ولو اول مره بقى بتشوفيني انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. اول حاجه هنا هنسلق مع بعض المكرونه في حله على النار فيها ميه بتغلي، هنزل كده بالملح. هنا مش عارفه ليه الفوران ده كده حصل، لو حد يعرف يقول لي. هنا بقى هنضيف المكرونه، كيلو الا ربع من المكرونه، وهديها كده تقليبه وهسيبها تستوي كده لمده 6 دقايق. احنا مش عايزينها يبقى سوا كامل، 3/4 سوا. هنا بقى قبل ما اصفي المكرونه هاخد كوبايه من ميه السلق بتاعها، وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. خلاص كده نطفي عليها بقى ونصفيها. هنا بقى هنبتدي نعمل كده الجمبري في طاسه كده على النار فيها زيت. نزلت بالزيت وهنزل بالزبده، هسيبهم كده يسخنوا معايا، وبعد كده هنزل ببصلايه متقطعه كده صغير، بصلايه وسط كده ومقطعاها كده صغير. وهبتدي كده ان انا هديها تقليبه وهسيبها كده تدبل، هيبقى ده شكلها. هنزل بفصين من الثوم مفرومين، اقلبه. اول ما الريحه تبان كده وتظهر معاكي هنزل بالجمبري، ريحه الثوم كده هتبان. ننزل بقى بالجمبري، انا هنا بوريكي بقولك ان انا منضفاه. هنا هنضيف بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومش هضيف اي اضافات تانية من البهارات عشان ما تغيرش الطعم بتاعها معانا. هنا بقى هتعرفي ازاي ان الجمبري استوى معاكي لما يبتدي يغير لونه كده يبقى برتقاني. وبعد كده بعد ما استوى ضفنا عليه هنا فلفل الوان وفلفل اخضر، وهسيبهم كده يتبالوا معايا كده لمده دقيقه بس. مش عايزه اتك قوي في السوا بتاع الجمبري عشان ما يشدش معانا. خلاص هنا بقى استوى، هبتدي اشيله كده في طبق. وفي نفس الطاسه بتاعه الجمبري هنضيف فيها زيت، وهنضيف فيها برده زبده. هنا هنعمل مع بعض بقى الصوص. هنا هسيبهم كده يسخنوا، وبعد كده هنزل ب5 معالق كبار من الدقيق، واقلب كده الدقيق. واول ما لونه كده يصفر معانا وريحته هتبان برده معانا كده، هننزل بقى باللبن او الحليب ويبقى بارد. كيلو الا ربع هنا من اللبن او الحليب. ايد كده بتقلب وايد بتنزلي بيها كده عشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. كده بقى جاهز معانا خلاص. هننزل بقى بكوبايه الميه بتاعت سلق المكرونه دي اللي هتربط معانا هنا الوايت صوص دوت. وضفت كده حبه، كان عندي حبه كده من كريمه الطهي، حبه تضيفيها مش حبه مفيش مشكله. هي كده كده ميه سلق المكرونه هي اللي هتربط لنا الصوص ده. بعد كده ضفت بقى الجمبري بالفلفل الالوان كده والاخضر. وهنا ضفنا رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود والبابريكا. وخلي بالك من الملح عشان احنا قبل كده في الاول حاطين برده ملح. هنا بقى هزود كده، هيبتدي يغلي معايا كده الوايت صوص ويبقبق كده. هبتدي ان انا هحط كده جبنه موتزاريلا، وبعد كده احط المكرونه. لقيت الوايت صوص بتاعك هيبتدي يتقل معاكي، زودي حبه لبن كمان مفيش مشكله. وهنا بقى هبتدي كده حطيت المكرونه، وهحط كده من على الوش عليها كده رشه تاني من الجبنه الموتزاريلا. وهبتدي بقى ان انا هقلبها كده زي ما انتم شايفين كده بقت جاهزه خلاص معانا. اطفي بقى عليها واخدها ونحطها في الطواجن. هنا عملت الطاجن الكبير ده معايا، وعملوا كمان طاجنين كده صغيرين. هبتدي بقى ان اسويها كده في الطاجن، وهبتدي ان انا احط على الوش كده الجبنه الموتزاريلا، وهدخلها في الفرن تحت الشوايه على طول. اول بقى ما هتاخد معاكي اللون الجميل ده كده هتروحي مطلعاها على طول. بصوا بقى الجمال بتاع المكرونه والجمبري والمطه كده بتاعت الجبنه. لازم تجربوا الوصفه دي وتكتبوا لي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. في منتهى الجمال، خطيره. وهنا بقى الطاجنين كده الصغيرين دول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية. مع السلامه.